ما ظهرش ومن فترة ما اتكلمش، لكن طبعا العلاقة اللي بيننا والصداقة اللي بيننا بتحتم عليه انه يظهر معانا هنا في السادسة مساء. معانا الكابتن حسام البدري على التليفون. مساء الخير يا كابتن حسام. مساء الخير يا كابتن مجدي. اخبارك ايه يا ابو الكباتن؟ الحمد لله والله يخليك. وحشني يا ابو الكباتن. وانت وحشني والله. الله يخليك. قول لي مزاجك عامل ايه بس دلوقتي؟ لا الحمد لله تمام والله، الحمد لله كله تمام الحمد لله. ويمكن انا موجود خارج القاهره، يعني موجود في اسكندريه كده يومين ثلاثه لالتقاط الانفاس، وكل الامور تمام الحمد لله. طب اعصابك هديت بعد ما قدمت استقالتك؟ كنت حاسس ان في ضغوط نفسيه عليك يا كابتن حسام؟ اكيد طبعا، يعني هي مش عمليه ضغوط نفسيه، ومش ده السبب الرئيسي حته الضغوط، لان طبعا اي واحد بيشتغل في مجال الكوره لابد يتوقع الضغوط، وبالذات في مكان كبير زي النادي الاهلي بجماهيره لابد يبقى هناك ضغوط، ولابد يكون هناك اختلاف عن وجودك في اي مكان اخر. وده طبعا شيء انا متعود عليه، يعني ما كانش شيء جديد بالنسبه لي، لان انا قضيت فتره طويله جدا في المكان ده، وعارف يعني اختلاف الضغوط واختلاف المسؤوليات واختلاف اشياء كثيره جدا عشتها، وعشت مراحل اخفاق، وعشت مراحل تفوق ومراحل تميز، وعشت مراحل احلال وتجديد واشياء كثيره عشتها كحسام البدري. فكل هذه الاشياء طبعا كانت عندي وعندي خبره فيها، لكن الشيء طبعا اللي انا بقوله يمكن انت هتسالني عليه، ويمكن انا ببادر من نفسي. هتقول لي انت مشيت ليه؟ بقول لك ان انا حسيت باجواء يعني غريبه لم اتعود عليها ولم اعيشها من قبل، بالرغم ان حتى في فترات الاخفاق بقول لك اللي انا عشتها في سنوات قبل كده سابقه مع مديرين فنيين، كانت الاجواء بتبقى مختلفه، كان بيبقى هناك صبر وهناك مسانده لاي مدير فني موجود، وبيحصل يعني مسانده على اساس يتم الاحلال والتجديد والمسانده للمدرب حتى يستطيع ان يصل الى طموح ورغبات طبعا جماهير النادي الاهلي في تحقيق البطولات وتحقيق العروض. وحصل الكلام ده قبل كده زي ما بقول، يمكن احنا قعدنا 4 سنوات ما ناخدش بطوله الدوري العام، كنا دوبك بناخد بطوله كل سنه، يا بطوله كاس يا بطوله سوبر محلي، ومع ذلك كان هناك مسانده وكان هناك صبر، وتم بناء فريق جديد حقق طموحات وحقق بطولات مميزه. لكن انا بقول لك شعوري في وجود جو غريب جدا، بالرغم ان انا الجو الغريب ده هل حسيته من اللعيبه ولا حسيته من الجمهور؟ لا من اللعيبه ما فيش خالص، وانا عاوز الغي حته اللعيبه، وعاوز الغي حته الاجتهادات، وعاوز عدم التطرق الى اللاعبين، لان لعيبه النادي الاهلي لعيبه مميزه، والكلام ده مش بقول بكلام دبلوماسي. طب الجو الغريب كان من مين يا كابتن؟ انا استغربت من كلام الكابتن هاني مصطفى طبعا، اللي هو طبعا بعيد عن المجال برضه النهارده، انه بيجتهد الصبح ويقول لك حسام البدري تعامل بتعالي. انا مش عاوز اجتهادات، ومش عاوز اي حد يطلع يقول راي بس مجرد ان هو يتواجد في قناه او يتواجد في يطلع يقول راي كده. اللي يقول راي يبقى عارف بيقول ايه، ويبقى كله بيفتي بقى يا كابتن حسام، يبقى عنده منطق ان هو يقول. لان انا بستغرب طبعا بالذات اما ناس كبيره وناس عندها خبره وبتقول اي كلام، لان انا بقول لعيبه النادي الاهلي لعيبه طبعا منضبطه، لعيبه ملتزمه. لكن اللي انا بقول عليه كحسام البدري يمكن اللي خلاني اخد القرار ده برضه يا مجدي، ان كثير من الناس لم تصل الى الصعوبات اللي بيعيشها حسام البدري، ولم تتطرق اليها سواء في قنوات او سواء في الاعلام. فكنت بعيش انا لوحدي، وفي نفس الوقت ما بسمع وبقرا بستغرب ان هناك طبعا خبرات وهناك قدرات من البعض يجب ان يتطرقوا لهذه الصعوبات، لكن لقيت معظم الناس بتروح في طريق ثاني. طب ادينا هنت صغير عن الصعوبات دي يا كابتن بعد اذنك. الصعوبات انا قلتها في بدايه حديثي، زي ما انا بقول لك ان تبقى في فترات تجديد وفترات احلال وتباين لاي فرقه في الدنيا اما بتقضي فتره وبتحقق بطولات وبيبقى عندها لعيبه اعمار سنيه معينه، بتتغير الاعمار السنيه ويتغير هيكل الفريق وبتغير اشياء كثيره جدا، فبيبقى هناك متغيرات. اذا كانت هناك متغيرات مع انهيار، مفيش صبر هتم. انا كابتن مجدي عاوز اقول اذا كان هناك متغيرات مع انهيار فهذا غير مقبول بالنسبه للنادي الاهلي. اذا كان هناك متغيرات في ظل استقرار وفي ظل تماسك وفي ظل تحقيق بطولات كما فعل حسام البدري، فاذا كان هناك اجواء مختلفه زي اللي انا شفتها يبقى هناك علامه استفهام كبيره جدا. انا كمدرب مش هستطيع ان انا اشتغل في الجو ده، مش هستطيع ان انا احقق طموحات جماهير النادي الاهلي وليس جماهير النادي الاهلي، لانها قله، وانا بقول قله لان انا بشعر بجماهير النادي الاهلي الحقيقيه
الواعيه المنضبطه اللي بتحب ناديها. شفتها في حتت كتير، شفتها في الاستاد وشفتها حواليا وبشوفها في الشارع واشوف تقديرهم لحسام البدري. لكن بقول هناك كان اجواء غريبه عليا، فبالتالي انا فضلت طبعا في ظل هذه الاجواء وقراري ان انا مش هنفع اشتغل واحقق طموحات واعمل الاحلال اللي انا عملته قبل كده مع مانويل جوزيه. كنت انا سبب رئيسي وعنصر اساسي فيه، ويعلم الجميع ان انا كنت عنصر اساسي، وبقول في اشياء كثيره، في التعاقد مع اللاعبين، في التفاهم مع اللاعبين، في اقناع لاعبين من خارج النادي، في تاهيل لاعبين من خارج النادي، في بناء هيكل فريق النادي الاهلي. انا كنت سبب رئيسي جدا، واكثر شاهد على الكلام ده هو مانويل جوزيه. مظبوط. واعترف بيه مانويل جوزيه على فكره. جماهير النادي الاهلي لم تعطيني الفرصه، فبالتالي انا فضلت الانسحاب، فضلت عدم وضع حسام البدري في ضغط وضع. هل لانك مصري يا كابتن حسام؟ ما اعرفش يا كابتن مجدي، هل هناك قله مغرضه يعني، او في حاجه مش طبيعيه؟ انا مش عارف. طب اللي انا اعرفه ان مجلس اداره النادي الاهلي كان متمسك بيك وعلى راسهم سيبنا من المجلس، يعني انا الكابتن حسن حمدي كان متمسك بيك تماما. كابتن مجدي كل المجلس، كل لجنه الكوره متمسكه، كانت بتدعمني. عمرهم ما تاخروا في حاجه، زي البعض برضه بيحاول يقول لك هناك تقصير من لجنه الكوره. لا، ما فيش تقصير من لجنه الكوره. انا مش بقول الكلام دوت عشان اكسب لجنه الكوره. لا دي حقيقه. انا بقول الحقيقه، والناس عارفه عن شخصيتي كده. انا ما بحاولش اكسب حد، لكن انا بقول اللي تم فعلا، ان لجنه الكوره لم تتاخر لحظه في اي طلبات. لكن في فرق ان يبقى في بعض الاحيان وفي بعض الوقت في لعيبه متوفره يمكنك عند طلب لاعب معين ان انت تقدر تحصل عليه. ده ما حصلش في فتره حسام البدري، وده اوكي. هنعمل ايه؟ دي نقطه في منتهى الاهميه. ما كانش موجود. وفي بعض اللاعبين زي هنحدي مثال، زي ما كان لينا رغبه في التعاقد مع وليد سليمان، لم ننجح. مش مشكله، لكن كان لينا رغبه، حاولنا في بعض من الاوقات زي ما انا بقول، حاولنا. تخليني اقول كلمه كده يا كابتن حسام. انت خدت اللي متوفر، خدت اللي تقدر تاخده. بالظبط كده. يعني وصلتني المعلومه اللي انت عايز تقولها صح. لم يقصر مجلس الاداره، لم تقصر لجنه الكوره، فهي ظروف صعبه. جماهير النادي الاهلي استعجل، جماهير النادي بعضهم برضه زي ما اقول ابتدى يحط ضغط بشكل مش مقبول. كل ده انا كنت بستحمله، وكل ده كنت بتعامل معاه، لكن هناك خط احمر عندما تصل الى درجه الاهانه، او هيبقى فيه يعني عبور الخط ده او تخطي الخط ده، انا لن اسمح كحسام البدري، ففضلت الانسحاب. ابو تريكه خانوا التوفيق في تصريحه. ابو تريكه احنا ظلمناه زي ما ظلمنا برضو، زي ما انا كابتن مجدي بقول ان احنا بنحاول طبعا نحور الامور. وابو تريكه في حواره اتسال مباشره بعد مباراه المنتخب كسبها بشكل كويس، المنتخب ادى نتيجه كويسه فيها. اللي بيقول لابو تريكه انت يعني النهارده بتأدي بنفسيه كويسه، لابد ان هو طبعا يقول له بأدي بنفسيه كويسه، بأدي مع المنتخب بشكل كويس. لان السؤال اللي كان موجه له كده، انت بتأدي مع المنتخب النهارده، السؤال اللي توجه له انت مفتقد مانويل جوزيه. هل يعني انت اتكلمت مع ابو تريكه يا كابتن ووضح لك المعنى ده؟ مش في موضوع ان انا اتكلم مع ابو تريكه، انا سمعت بنفسي. سمعت وما قال له انت مفتقد مانويل جوزيه. اذا ابو تريكه ما قالش انا مفتقد مانويل جوزيه، يبقى ابو تريكه نفسه يعني انسان مش اصيل. لان ابو تريكه عاش مع جوزيه زي ما عاش مع حسام البدري، واذا كان توجه لابو تريكه سؤال عن حسام البدري، اكيد انا كنت متاكد انه هيشيد بحسام البدري، لكن لم يوجه اي سؤال خاص بحسام البدري. لكن برضه حورنا، ما دام ابو تريكه بيقول كده عن مانويل جوزيه وحسن شحاته، يبقى هناك مشاكل ما بين ابو تريكه وحسام البدري. كلها تحورات طبعا. انا عارف علاقتي بابو تريكه ايه، علاقتنا مميزه، لكن البعض بيحاول، وده موضوع بعيد خالص عن موضوع الاستقاله. لان البعض بيقول لك برضه سبب من الاسباب موضوع ابو تريكه، الموضوع ده طبعا مش صحيح. لا انا هحكم بالامور بالشكل السطحي دوت، لكن انا بقول في الامور الجوهريه، الامور اللي هي ممكن قد تؤثر على النادي الاهلي وتؤثر على اللي بيشتغل في النادي الاهلي. وبالتالي لما رايت ان الجو هيبقى صعب جدا، ففضلت الانسحاب. في نفس الوقت انا بقول تاني، انا بشكر لجنه الكوره اللي دعمتني وفعلا ادتني الثقه في كل وقت. في نفس الوقت بشكر جماهير النادي الاهلي اللي ساندتني، لان انا بقول اللي ساندتني. طبعا القله اللي انت لان هي دي الجماهير العريضه يا كابتن مجدي. الجماهير العريضه، الجماهير الكبيره، جماهير النادي الاهلي. بس القله اثرت عليك يا كابتن حسام؟ مش اثرت، انا حسيت ان العمليه هتبقى فيها ضغط على لعيبه النادي الاهلي، وبالتالي يمكن انا قلت مباشره بعد استقالتي ان كان سبب من الاسباب ان انا اخلي لعيبه النادي الاهلي تستشعر ان هناك زلزال حدث بالفعل نتيجه، انا مش هقول زلزال ان انا حاجه كبيره، لكن في استقاله كملت.
فبالتالي اللعيبه هتنتبه، اللعيبه هتعرف ان في شيء مش مظبوط، وفي نفس الوقت يبقى في عدم ضغط عليهم من الجماهير، من القله اللي بتحاول تعمل زعزعه في النادي الاهلي. تفضلت المفتاح. طيب الصوره اللي قدامنا، ما اعرفش انت شايفنا ولا لا، الصوره اللي قدامنا دي في مباراه الاسماعيلي. انا ما شفتك، انا قلت من خلال نظرتك ومن خلال معرفتي بيك ان انت مش هتكمل بعد المباراه، لانك انت تقريبا خلاص بتفكر في حاجه تاني، مش بتفكر في اللقاء. خرجت عن التركيز ليه احسن؟ لا خالص، لا ما خرجتش عن التركيز، كنت بفكر في المباراه، لكن انا تفكيري في الاستقاله كان بعد المباراه. يمكن قعدت مع نفسي دقايق، حسبت كل حاجه، وكان اول حاجه بالنسبه لي زي ما انا بقول ان اعلنت الاستقاله، وكان اكثر حاجه تهمني، ويمكن ده اللي طلبتها من هادي خشبه، قلت له ارجو ان انت تبلغ الكابتن حسن حمدي رئيس النادي، لان انا مش عاوز اي حد يعرف موضوع الاستقاله قبل الكابتن حسن حمدي، ودي زي ما بقول عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا اتربينا عليها في النادي الاهلي. لكن يمكن انا بقول للبعض اعذروني، لان انا يعني برضه الواحد بيبقى بشر، في بعض الاحيان بيبقى هناك ضغوط وفي مشاعر بتبقى صعبه على الانسان. البعض بيقول لك كنت يجب ان تنتظر حين العوده الى القاهره او كده، لكن انا بقول كابتن حسن حمدي زعلان منك، يعني كان نفسه انك انت ما تتقدمش بالاستقاله دي. يعني انا مش عاوز اقول اخوض في امور خاصه، يعني في شخص الكابتن حسن حمدي. طبعا الكابتن حسن حمدي رمز كبير ورئيس النادي الاهلي، فاي شيء خاص بيه ما اقدرش انا اقول ايه مشاعره، ولا ما اقدرش اتكلم عن لسانه او عن فكره. لكن انا طبعا بتربطني كل الاحترام وكل التقدير في شخصي. ده من زمان مش من دلوقتي يا حسين. الكابتن حسن حمدي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، وانت عارف طبعا من زمان. ولجنه الكوره كلها طبعا بصراحه، الكابتن الخطيب والكابتن طارق ساعدوني كتير جدا، وانا اكتسبت منهم اشياء كثيره جدا. وبقول لك من الاشياء اللي يعني خلتني احزن، يعني بقول لك ان هم عندهم ثقه كبيره فيا، لكن انا طبعا بعتذر لهم وبقول لهم ساعات بتبقى في ظروف صعبه على يعني انت بتنفي ان الخطيب كان ضدك؟ لا خالص. انا بضحك لما اسمع الكلام دوت، لان يعني سبب رئيسي في كل المسانده اللي حصلت لي خلال السنوات كابتن الخطيب سبب فيها، واساس فيها الاقتناع باشياء. انت عارف عندنا في النادي الاهلي مش حته الحب اللي هتخليك تاخد قرار ان انا بحب فلان هاخد قرار، في معايير بيننا وبين بعض. ممكن نكون بنحب بعض وكده، لكن هناك بعض الامور لما بتيجي تحكم عليها او لما بتيجي تاخد فيها قرار في النادي الاهلي في معايير ثابته. لو هتيجي تاخد في الشغل، لو هتيجي تاخد في تعيين مدير فني، في مدير كوره، هناك معايير ثابته عندنا في النادي الاهلي. احنا معانا حد على التليفون، انت برضه بتعزه، واعتقد انك عايز تبارك له. معانا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي على التليفون. مساء الخير يا كابتن عبد العزيز. مساء الخير يا كابتن مجدي، وتحياتي للكابتن حسام، وقلبي معاه. يا كابتن زيزو الله يخليك يا كابتن. ربنا يبارك فيك يا حسام. يا كابتن زيزو طبعا يعني بلغت لك طبعا تهنئتي، وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. عارف حبيبي، تكمل المسيره بنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبي، وربنا يكرمك ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. الله يخليك، وانت عملت اللي عليك وزياده يا حسام ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن. دي مهمه قوي. هل وجدت الفرقه كابتن زيزو وانت في اول مران ليك، وانت لك خبره يعني كبيره جدا في عالم كره القدم، سواء اداري سواء مدرب، وايضا عندك ذكاء فطري في الكوره، هل وجدت الفرقه واقفه على رجلها تماما؟ كابتن حسام سلمك شيء تقدر من خلاله تحقق حاجه؟ هو النادي الاهلي لا يمكن يبتدي من الصفر يا مجدي، ما انت عارف كده بالظبط. يعني انا بنوضح للناس بس يا كابتن. لا النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين يعني غني باولاده، سواء مدربين ولا اداريين ولا لعيبه، فدي بتبقى حاجه يعني مهمه جدا. وانا بعتبر تدريب النادي الاهلي ده هو الفرصه الكامله يعني بالنسبه لاي حد بيشتغل فيه. العمليه المستوى دي اصلا يعني ملهاش علاقه بجهد المدرب. يعني المدرب بيعمل اللي عليه، انما في منحنيات كده بتحدث مهما كنت انت بتبذل مجهود نتيجه تغيير الزمن نفسه، فدي امور طبيعيه جدا. يعني انا شايف ان الناس عملت اللي عليها والامور طبيعيه جدا، ومش شايف ان الفرقه، ويمكن ذكرت اكتر من مره ده منحنى. انا حتى اخترت لفظ منحنى على اساس ان هو مش منحدر. يعني أيوة. في فرق بين المنحنى والمنحدر والسقوط. الحمد لله رب العالمين يعني الامور ممكن ان هي في وقت قصير جدا تبقى طبيعيه اكثر يعني. بس عشان كده انا حتى يعني مش شايف ان في قلق كبير قوي باذن الله يعني. كابتن حسام، أيوة. هل هناك جلسه ستجمعك بالكابتن زيزو للحديث عن يعني ممكن كل حته فيها ايجابيات وفيها سلبيات،
هل ستبادر بجلسه مع الكابتن عبد العزيز